اليوم مع ابن عمي بس من غير صافي بدون اسماء. هذه طيارتنا ان شاء الله على دبي، يدعونا نوصل بالسلامة. توصل بالسلامة. الحمد لله وصلت دبي الو. الو. هلا والله، مين معايا؟ حسان الذهبي معك. كيف حالك؟ طيبين؟ هلا، كيف حالك؟ ايش بك منتصل من رقم غريب احسه؟ انا عشان رقمي يا شيخ ما يدق دائما. المهم اسمع ايش كنت بقول لك انا. الو. والله العظيم تكحح كتفك. ايوه، هي دحين قول لي ايش تبغى؟ اسمع، امي اتصلت علي وقالت لازم تجيب عشاء. اسمع. وانا صراحه مره بعيد. طيب ايش تبغى؟ ايوه. ما خلاص. ايوه خلاص، انت لازم تجيب العشاء للبيت. انت اللي ايوه ايش تبغى يعني؟ انا في دبي ام الحي. دبي دار الحي ها؟ قلت انا. يعني انت تبغاني اجيب عشاء للبيت؟ لازم تجيب عشاء للبيت. دبر نفسك يا طارق، انا معك خلاص بعد حج. يا ود والله تمثل اصلي يا حسان. انا الحين كيف اجيب العشاء؟ مالي صراحه طارق، انت دبر نفسك. عندك ابلكيشن طلبات، عندك دبر نفسك. يا ولد اصلي خلاص، شكرا. خلاص حسان، يعطيك العافيه. يلا حبيبي، اشوفك على خير. هلا. هاي مع السلامه. سلام. اطوط طوط طوط. هذا يا جماعة الخير ابلكيشن اسمه طلبات، هو افضل ابلكيشن واوسع ابلكيشن للطلبات من المطاعم، ولكن اصبر خليك معي اسمع. هذا احلى ما في الابلكيشن، تحمل اطلب على طول، يعني ما يحتاج انك تسوي ايميل وتسجل وكونفرميشن. هذه طلبات، تسوي جيت، تحمل ونشوف الحين نجرب. على طول بدون ما اسجل ولا حاجه نسحب عليها كلها. يقولوا what do you want to eat Arabic food مثلا which city. انا في دبي مثلا، هذا مثال مثلا. بعدين يطلع لك المطاعم اللي انت على حسب اللي انت طلبتها. مثلا اختر اي مطعم واطلب على طول. شوف مطلع لك المينيمم تشارج، كم حياخذ وقت عشان يوصل لك، كم ماخذ نجمه، كم تقييم المطعم، الاشياء هذه. وعندهم الفتره هذه في احتماليه كبيره انك تفوز اذا طلبت من المطاعم. ممكن يجيك ايفون ولا ابل واتش. انا عارف انه في كثير عجازين ما فيك حد تروح للمطعم، فبعطيكم هذا الابلكيشن، هو افضل ابلكيشن للتوصيل للمنازل من المطاعم. او انك ممكن تستخدم الموقع طلبات دوت كوم. هذا الموقع يطلع لكم شكل نفس الابلكيشن. يا حبايبي حملوا الابلكيشن هذا وادعوا لي. حمل الابلكيشن عشان مصلحتك، حيجي يوم حتموت من الجوع. حمله وخليه. وهذه الجوائز بس موجوده للسعوديه يا جماعه الخير اللي حاب، عشان لا يجي حد يقول لي انا فزت من الامارات، ما يصير. بس السعوديه هم اللي يفوزون بالجوائز. And this is one of the greatest towers in the whole world. It calls Burj Khalifa. And this is the most beautiful man in the whole world. It calls Zaid al-Zuwaira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله عبر سناب سناب طارق الحربي في كيس مهجور. أعرفكم نفسي أول شيء، أخوكم فارس القحطاني الحائز على ألقاب عديدة، من أهمها العفريت مخاوي الجن. اليوم راح تكونوا معي إن شاء الله في تغطية فريدة من كيس مهجور. راح نستكشف وياكم إن شاء الله القصر سوية. طبعا قصر الراجحي بعيد جدا، والوصول له منطقة وعرة جدا، يعني ما هم زفلت، وعشان تجي من الشارع الرئيسي يبيلك 10 دقائق. ما علينا، خلونا نشوف السرداب سوية. اولا لا اولا لا. ايوه سحلية. هذا حمام غرفة ومغاسل، ساحة مليئة بالتراب. هذه النافورة، وهذه تقريبا النافورتين. حلو. هناك سيب طويل مرة، وهنا سيب، وهنا سيب. شو السالفة؟ طيب ما علينا، أنا دخلت من هنا. خلونا نشوف السيب هذا. يلا توكلنا على الله. طيب من بداية السيب درج، إيه يطلع على الدور الأرضي اللي فوق. نهاية السيب ما أدري، بنشوف الحين.
طبعا في المواقع المهجورة اللي زي كذا أي صوت تحسبه أنت إنه شيء، وهو في الواقع ما هو بشيء، ويحسبون كل صيحة عليهم. صح ولا لا؟ تقريبا وصلنا نهاية السيب والجو بدأ يحتر. فعليا داخل السرداب في النص هناك فيه ملابس نهايته ينزل على براحة. طبعا السرداب أتوقع كذا، توقع إنه مخارج طوارئ، إن كلها تفك على براحة كلها. خلوني آخذ الشاي حقي بس عشان نطلع للدور الأول. أهلا بالحبيب. وهذا الدور الأول أشبه بلوحة فنية. طبعا أجمل ما في المنزل كلها الثريا هذه أحد أجمل الغرف، سويت مع مطبخ مع عزكم الله وجلكم حمام وصالة. وصلنا السطح بس والله. هذا قصر الراجحي، وهذا هو قصر الراجحي. الداخل مفقود والخارج مولود. يعني تجيبوا لي اماكن تخوف. طبعا هذا هو اللوكيشن لنا في كيس مهجور. ان شاء الله الاماكن الجايه راح تكون اكثر رعبا. كان معكم اخوكم فارس القحطاني، تحياتي اليمين، السلام عليكم.